السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا النهارده هنعمل مع حضراتكم احلى بسبوسه الحلواني. ان شاء الله باذن الله بعد الفيديو ده هتكوني حضرتك خارجه استاذه في اعمال البسبوسه وفي اقل من ثواني. فعلا اسهل حاجه ممكن حضرتك تعمليها وتقدميها لاولادك ويشكروكي عليها وتبقي استاذه فيها. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. معانا هنا نص كيلو من سميد البسبوسة، ده وسط يا بنات، وخلي بالكم الحركة اللي انا عملتها دي. ومعانا كوباية الا ربع من السمن، يفضل السمن البلدي. معانا معلقتين من جوز الهند الناعم. معانا كوباية، هنقول كوباية سكر وكوباية حليب، او عندنا في مصر بنقول لبن. ومعانا معلقتين من عسل الكلوكوز، او معلقتين من السيرب بيبقى تقيل، او الشربات التقيل. هنا هنجيب الكوبايه الا ربع من السمن. احنا كنا بنستعمل نص كوبايه بس، الانواع اللي موجوده كلها، انواع السميد اللي موجوده في السوق كلها بتبقى محتاجه سمنه اكتر، فاحنا زودنا بقت كوبايه الا ربع. بنحاول نفكها يا بنات، ما تبقاش سخنه، وننزل بيها على دقيق السميد او السميد ونبس فيه يا بنات. ومن برضو ما نبالغش في حتة البس. لا، حضراتكم عارفين ان سميد البسبوسة بيبقى الجلوتين فيه عالي، واحنا مش عايزين ننشطه بكتر البس او العجن. احنا هنا بس بنخلي كل حبات البسبوسة تبقى تتشبع بالسمن وتبقى عاملة زي حبات الرمل. حلو كده. هنركن بقى الكلام ده على جنب. انا حطيت هنا معلقتين جوز الهند بعد ما بسيت. هجيب اي حله او اي حاجه عندك هتحطي فيها السكر، كوبايه السكر، كوبايه الحليب، معلقتين عسل الجلوكوز، وهنقلب كويس. هنخليه برضو يدفى، يعني هنحطه على النار عشان معلقتين العسل يدوبوا. بس الخليط اوعي يا بنات يسخن معاكي، يبقى دافي. برضو لو سخن هنسيبه لما يبرد شوية او يبرد تماما، يبقى زي دمعة العين، وهننزل بيه. بصوا بقى السر هنا ان الحلواني بيعمله. بصوا ما بيبالغش في العجن، يعني سواء البسبوسه دي او بسبوسه الاكياس. بصي حضرتك قلبي، بس قلبي في اقل من ثانيه فعلا. وهاتي بقى الصينيه دي مقاس 30، ادهنيها دهنه من السمن. وبرده يفضل السمن ما تبقاش السمن سايحه، يعني لا، السمن زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن حضرتك تحطيها كمان في التلاجة، او لو معاكي السمن ساحت تدهني الصينيه كويس جدا دهنه محترمه وحطيها بس في التلاجة تمسك نفسها. بس كده. هننزل بقى بعجينه البسبوسه. العجينه ما بتبقى قاسيه شويه، ما بتبقاش يا بنات سايله. يعني زي ما حضراتكم شايفين ان انت هتوزعيها على الصينيه بايديكي كده. وزعي كده بقى، سويها في الصينيه. حضرتك هتسويها بايدك كده. وممكن تجيبي شويه ميه في الطبق اللي حضرتك عجنتي فيه بعد ما خلصتي ونزلتيها في الصينيه، شويه ميه صغيرين. انا بوريكم شويه ميه صغيرين بتبلي ايدك وتسويها كده. بصوا، تبلوا وتسووا الصينيه. بس كده، ما خدتش اقل يعني 5 دقايق خلصتي البسبوسه. حطيها حضرتك. ممكن بقى خطوه اختياري، لو عند حضرتك وقت ممكن تسيبيها 10 دقايق في التلاجة. لو احنا في الصيف سيبيها 10 دقايق، ربع ساعة في التلاجة. لو احنا في الشتاء اعجني وحطي على طول. احنا بس بنحب نحطها في التلاجة، المكونات كلها تختلط مع بعضها وبتبقى بتدي نتيجة افضل. حضرتك ممكن برضو تقطعيها، او ممكن تسيبيها بعد ما تخرج من الفرن تقطعيها. بصوا، في اسهل من كده. صدقوني جربيها بالمقادير دي وبالطريقه دي وهتبقي ان شاء الله استاذه فيها. اهم حاجه انا قلت لكم في حركه بايدي عملتها في الدقيق او سميد البسبوسه. ايه هي يا رودي؟ الحركه دي بقول لكم لو ايدكم او ايد حضرتك طبعت بعد ما شلتي شويه، خلاص يبقى الدقيق ده مش كويس، وهو ده اللي بينشف معاكي البسبوسه، والشربات كمان ما بيقبلوش. فحضرتك حاولي تجيبي من حد مضمون، وتجيبي دقيق وسط، وتجيبي بتاخدي بايدك كده، ما بيطبعش زي الدقيق العادي. حلو كده. حطيناها في الفرن، بتاخد يعني اعلى درجه عند حضرتك في الفرن، وحطيها بتاخد نص ساعه، نص ساعه و5 دقايق. هي اخدت معانا بالظبط نص ساعه. هنيجي بقى لفترة او خطوة الشربات. خطوة الشربات. انا بعمل كوباية ونص من السكر على كوبايتين من المية، ونقطة بتغلي نقطة ليمون، نقطة بس يا بنات. لو حضرتك حابة ما تحطيش ممكن ما تحطيش ليمون كمان، بس انا بحط نقطة وغلوة واحدة زي المية بسكر واطفي عليها، وبحط الفانيليا بعد ما اطفي عليها.
بصوا حضرتك خرجت من الفرن، بصوا بتقبل شربات، اخدت ما شاء الله تبارك الله، اخدت الشربات كله، ولو في شربات تانية هتقبله. بصوا الشكل والترميلة والطعم ولا اروع يا بنات. بتمنى تجربوها بطريقتي، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو عشان خاطري، ما تنسونيش في اللايك عشان ده اللي بيرفع الفيديو. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.